السلام عليكم. الفيديو ده والفيديوهات الجايه ان شاء الله احنا هنعمل مع بعض تطبيق عملي هنستخدم فيه اغلب الحاجات اللي اتعلمناها وهنتعلم حاجات جديده. شفت ان هي احسن تتشرح في سياق ان احنا بنعمل مشروع او بنعمل تجربه حقيقيه. طيب، الفكره اللي احنا هنعملها مع بعض او المشروع اللي احنا هنعمله مع بعض هو مشروع شائع جدا وفيه كونسبت هتتعرض له بشكل كبير في المشاريع البرمجيه. بكل بساطه انت اكيد عندك حساب على الفيسبوك. لو انت عندك حساب على فيسبوك فانت بتعمل 4 حاجات بشكل دايم بتعملهم دايما، وهي ان انت بتضيف منشورات، بتعدل على المنشور بتاعك، ممكن تمسح المنشور ده والناس بيقدروا ان هم يشوفوا المنشور ده. الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه ده او ال4 عمليات دول اختصار لفكرة اسمها كرود او كونسبت اسمه كرود. كرود هو اختصار للسي، اختصار لكرييت، الار اختصار لريد، واليو اختصار لابديت، والدي اختصار لديليت. اغلب الانظمه الالكترونيه اللي موجوده على النت فيها ال4 عمليات دول، بل مش اغلب، كل الانظمه الالكترونيه اللي موجوده على النت فيها ال4 عمليات دول. انت بتنشئ داتا، وبعد كده الداتا دي بتقراها في مكان معين، ممكن ان انت تعدل على الداتا دي او تمسحها. الحساب بتاعك ينطبق عليه نفس الكلام على اي موقع، المنشورات اللي انت بتنشرها على الفيسبوك، على اي تطبيق تواصل اجتماعي. الفكره اللي احنا هنعملها انا هوريكم ديمو بسيط، لكن مش ده اللي احنا هنعمله، احنا هنعمل حاجه احسن من كده في الشكل، وهنعمل الشكل كمان مع بعض. اللي احنا هنعمله ان احنا هيكون عندنا مكان زي ده، احنا هنعمل مدونه. المدونه هي نفس فكره الحاجات اللي على الفيسبوك. يقدر الشخص فيها ان هو يضيف التايتل، يقدر ان هو يضيف الديسكريبشن، ويقدر ان هو يضيف رابط الصوره. لو رحنا هنا ضفنا 1 2 وعملنا هنا سيف، معذرة كنت نسيت ان انا اعمل الكود. لو دوسنا هنا 1 و2 وبعد كده عملنا هنا سيف، فهتلاقوا ان 1 و2 نزلوا كده، 3 4 هتلاقوا ان هم نزلوا بالشكل ده، واقدر ان انا اغير الرابط بتاع الصورة. وممكن ان انا امسح خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وممكن ان انا لو رحت كده ان انا اعدل. شايفين التايتل ده؟ لو دوست هنا اديت هيجي لي هنا واقدر ان انا اعدل عليه. ده ديمو بسيط، الديمو ده فيه مشاكل اصلا، لكن انا عملته كده سريعا علشان اوريكم الفكره. فمن الفيديو الجاي هنبدا ان احنا نعمل التصميم مع بعض ونمشي خطوه بخطوه في المشروع ده. المشروع ده هنستخدم فيه حاجات كتيره من اللي احنا اتعلمناها، وهيديك كده نبذه او فكره ازاي ان احنا بنعمل مشروع. واللي احنا عملناه دلوقتي في الفيديو ده ان احنا حللنا المتطلبات بتاعه المشروع بتاعتنا. يعني احنا قلنا ان احنا لازم نعمل فورم، بعد كده هناخد البيانات ونسيفها. احنا كده بنمشي مع حاجه اسمها دي ممكن تتسمى يوزر سيناريو او يوز كيسز ايا كان. لكن الفكره ان احنا حللنا المشروع بتاعنا، لما نضيفه هقدر ان انا امسحه، فدي فيتشر. ولما اقدر ان انا امسحه اقدر ان انا اعمل له تعديل، والتعديل هنمشي فيه خطوه بخطوه. فنبدا في التطبيق ده من الفيديو الجاي ان شاء الله.